السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الصحفي رسيم من قناة رسيم سبور، وسنسلط الضوء اليوم على الإصابة التي تعرض لها لاعب أشبال المنتخب الوطني الجزائري المهاجم مسلم أناتوف. نهاية موسم مؤلمة لنجم أشبال الخضر مسلم أناتوف. انتهى موسم اللاعب الدولي الجزائري الشاب والواعد مسلم أناتوف قبل الآوان، وتعرض المهاجم أناتوف لإصابة خطيرة في الركبة وتمزق الأربطة الصليبية تحديداً، وهو ما يجبره على إجراء عملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة على أن يعود إلى المنافسات الرسمية في الخريف القادم. ومعلوم أن هذا النوع من الإصابات في الحقل الرياضي يتطلب علاجاً وراحة يدومان 6 أشهر على الأقل، وقد تعرض لها لاعبون دوليون جزائريون في تاريخ سابق، أبرزهم المدافعين فوزي غلام انطلاقاً من نوفمبر 2017 ومحمد فارس بداية من أوت 2019، ومتوسط الميدان إسماعيل بن ناصر انطلاقاً من ماي 2023. وسقط أناتوف في فخ الإصابة خلال خوضه مباراة فريقه مولودية الجزائر والمنافس وداد تيس مسيلت لحساب الدور ال16 من عمر منافسة كأس الجزائر لصنف أقل من 19 سنة، كما جاء في أحدث بيان للعميد، علم أن هذا المهاجم الفذ سجل هدفاً من أصل سداسية لفريقه المولودية. ونسبة إدارة المولودية إصابة اللاعب إلى رداءة أرضية ملعب محمد بلكبير ببلدية خميس مليانة ولاية عين الدفلة مسرح مواجهة الكأس. ويعد مسلم أناتوف القوة الضاربة لرديف المولودية، حيث هز الشباك 8 مرات من أصل 40 هدفاً للفريق هذا الموسم. ويمثل مسلم أناتوف 17 سنة أيضاً ألوان المنتخب الوطني الجزائري أشبال، حيث تألق في كأسي العرب 2028 التتويج باللقب وجائزة أحسن لاعب، وإفريقيا 2023. وفي الأخير نتمنى الشفاء لمدلل الشناوة ومستقبل المنتخب الوطني الجزائري والعودة سريعا إلى الميادين. كان معكم الصحفي رسيم من قناة رسيم سبور. دمتم بالف خير، ولا اللقاء مع خبر آخر.